عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده معلش لو انا طالعه كده مش في المود، لان في حاجه منكده عليا، ويمكن مش عليا انا لوحدي. حاجه مفوره دم الشعب المصري كله، كل ست، كل ام. طبعا موضوع مزيد وهبه. الموضوع ده يعني هي القنبله اللي فجرت الدنيا فيه، ان ام طالعه بتقول انا شفت ولادي في وضع كذا 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 كذا. مسكت مصحف، حلفت كده، حصل ما حصلش، حقيقي مش حقيقي، كل ده ما يهمنيش. يعني ايه انتي كأم تطلعي تقولي الكلام ده؟ انا اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان ناس كتير دخلت لي على القناه بتاعتي على الابلكيشن التاني، وعايزين يعرفوا يعني حتى اخواتنا في السعوديه شو السالفه. زي ما اللي حاصل اساسا مخلي الدنيا قايمه كده عندنا. حصل مثالين في نفس التوقيت، هبه مذيع، والست للاسف اللي ذبحت ابنها مش عارفه ولا ايه وطبخته وكلته. الدنيا ولعت، بقت هي دي كده منظر الام المصريه. لا يا جماعه، لا مش احنا دول، مش احنا. لكل قاعده شواذ. لازم كل واحده عندها قناه، عندها منصه، تطلع تتكلم وتبرئنا. الام عندنا الام مطحونه. ها كتير، وفي كتير قوي نماذج الرجاله بتبقى قاعده في البيت، الام هي اللي بتشتغل، هي اللي بتسعى، بتعمل كل حاجه كتير. تمام. بس معروف دلوقتي الام ايه؟ تصحي ولادها من النوم، ده بداية اليوم، تصحي من النوم، تودي مدارس، تجيب من مدارس، تودي دروس، تجيب من دروس، تذاكر، تنظف، تأكل، تشرب، تربي. قبل كل ده تربي. الأب ما بيربيش، الأب بيشرف. الأب اللي أعرفه ده مشرف، مش بيربي. إن انتي طالعة رامية كل حاجة الأب. أبوهم طيب، حنين، بارد زي ما بتقولي، متبلد زي ما بتقولي. انتي اللي بتربي، انت اللي بتجيبي العيل تكسريه كده تحت رجلك. يعني ايه زقك؟ انت اللي بيتك عامله ازاي عشان ابنك يطلع كده؟ يعني ايه اتكلم مع ابني صوته يعلى عليا مش يزقني؟ انت ازاي سمحتي؟ ما انت سمحتيها، ما هي درجه غلط. على صوته زقك، بعد كده المره الجايه هيمسك شبشب يضربك بيه. انت مستنيه ايه؟ ها؟ وبعدين لما تقولي ده انا من سنه شفتهم، طب انت كنت شايفاهم وساكته ليه؟ عشان هو بقى معاه الباسورد، مع حنفيه الفلوس. لما الحنفيه اتقفلت قمتي طالعه فاتحاهم، خلاص بقى ده ما بيكي، ما انت معاكي اللي انت بتصرفي عليه. ها؟ الا الله اعلم بقى عرفتي ازاي واتجوزتي ازاي وحملتي ضلات كل ده مع نفسك. كونك اتطلقتي واتجوزتي مش حرام، لكن الفتره بقى ان ما بين قبل الطلاق وبعد الطلاق دي الله اعلم بيها. اللي حصل فيها ولادك قالوا كتير، حواراتك ياما 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 يامو. امه ايه؟ لا خليكي هبه، مينفعش تقال عليكي كلمه ام، مش جايه معاكي. يتعركي هبه السيد، لكن كأم لا، مش امكم. انا يعني واثقه تمام الثقه ان انت مش امهم. مش عارفه في ايه فعلا، زي بيقولوا القطه كلت ولادها. الدنيا بادئه معاكي اول حاجه لايفاتك كلها سيئه. لو كنتوا تخشوا اللايفات بتاعتها يا جماعه، وفي ناس كده هنا متابعاها وعارفه، بتتشتم وبتتبهدل من اسلوبها. انا واحده من الناس كنت عندها مره على لايف، كانت هي جايبه غوايش الله اعلم، معرفش دهب بقى ولا فالصو، فالناس اسئلتها كتير. بصراحه هي اسئلتها كتير، ودول فالصو انتوا كنتوا تسالوا اقلعي الغوايش من ايديكم وارميهم في الارض. بذمتكم ده اسلوب لايف يعني ايه؟ انا فاتحه زي بيتي كده، مستقبله فيه الناس وبضيفهم عندي، واللي جايب لي هدايا على راسي، مش جايب هدايا برضو على راسي. لما انت فاتحه عايزه الهدايا والداعمين، وبقيه الناس يقعدوا حاطين ايدهم على بقهم، يجوا يتناقشوا معايا حصل كذا وانت قلتي كذا، مالكوش فيه. انت جايبه الشقه جار ولا تملك؟ طب انت بتهرجي حياتك ليه؟ اما انت قلتي انا عزلت في شقه، طب بصوا انا عملت مطبخ، طب بصوا جوزي، طب بصوا ولادي، يجوا الناس بقى يسالوا مالكوش فيه. طب انت بتعرضي حياتك ليه لما احنا ملناش فيه؟ ما تعرضيش. اللي مش عايزه فيه سؤال ومش عايزه فيه مناقشه ما تعرضهوش اصلا. دي اول حاجه، اسلوبها السيء في اللايفات. تاني حاجه، حبت تعمل ترند، جابت الشقه الله اعلم الله اعلم ايجار، بس ولادها بيقولوا تمليك، طلعت بيها ترند حلو قوي.
الدنيا هدت معاها واتطفت، وطلعت ام فلان وطلعت ام علان وكلوا منها الجو. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حامل، محدش عبرها، بقت اللايفات كلها انتي كدابه، محدش مصدقها من كتر حواراتها. انتي كدابه، انتي عامله نفسك حامل، ده شهرين وهتقولي الحمل سقط. الناس كلها عارفه ان هي بتاعت حوارات. يا ريت في حد مسجلها لايف، وادخلوا شوفوا لايفاتها عامله ازاي، كله مكدبها. يا مؤمنين، عملت اختبار الحمل على نزلته عندها فيديو على قناتها على التيك توك. في حد يجيب، اعوذ بالله يا رب، سوري انا اسفه يعني، البول ويعملوا قدام الناس فيديو؟ يا مقرفه، ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت دماغك دي فيها ايه؟ متشال منك المخ ومحطوط لك حاجه تانية؟ دي من ضمن الانتقادات. خلاص كده ماشي، عدينا الحمل ما طلعتش فيه ترند. الحقوني شقتي اتسرقت. ماشي الشقه اتسرقت، والناس تخش تقول معقوله شقتك اتسرقت؟ تضيعي عليهم اللي مكدبينها. الهي تتسرق وانتم ما تخشي تلاقي نفسك كده متشعلقه في نجفه ومشنوقه. يعني انت حد مش مصدقك تدعي عليه؟ مش مصدقينك من كتر حواراتك وكذبك، مش مصدقينك ليه يا ماما؟ ها حاجه تانية، بعد ما الشقه اتسرقت بقت اوضه النوم عشان تاكل. اللي بيبيع اوضه النوم عشان يجيب اكل وياكل عياله، تنزل تخزن جوافه وفراوله بعد ما بقت، يعني تتفرجوا على تسلسل فيديوهاتها بعد ما بقت اوضه النوم، خدت من فلوسها نزلت جابت فيديو بتاع ده جوافه وفراوله تخزنهم في الديب فريزر بتاعها. الله، ما اللي بيتكلم مجنون يا جماعه واللي بيستمع عاقل. انت بقى اوضه النوم مش لاقي اكلك تجيبي فاكهه وتخزنيها، ولا بتجيبي اكلك بقى ويومك وحاجاتك اللي بتاعت البيت؟ ما ايه يا جماعه، في ايه يا ناس؟ بعد كده اوضه النوم الجديده ظهرت. الله في ايه؟ ايه يا خالتي؟ ايه ده انت اتسرقتي وبعتي وجبتي كل ده واللايفات على ودنه والداعمين على ودنه؟ ما هم بقى الداعمين اللي هيولدوها والداعمين اللي هيجيبوا لها اوضه النوم. التلاجه بتاعتها باظت، فضلت 3 4 شهور. تلاجتي بايظه، بحط الاكل في البلكونه هيبوظ، مش عارفه اعمل ايه بالاكل، مش عارفه. نتفاجئ جابت تلاجة. اصل انا كنت عامله جمعيه وهجيب التلاجة. طب انت طالعه تشحتي من الناس ليه؟ هاتولي تلاجة والداعمين يا رب ارزقنا ب3 اسود عشان اجيب تلاجة، باللفظ ارزقني ب3 اسود عشان اجيب تلاجة. خلصنا من كل ده ليكي، بتكدبي بتصدقي ليكي. انما تجيبي عيالك كده وتقطعي في لحمهم ونحس كده منظر الدم على بقك. ياكل اخيه ميتا فكرهتموه، فكرتيش اخيكي؟ ده انت كلتي ولادك. ما انت عامله ايه في اخواتك؟ انت عامله ايه في اهلك؟ عامله ايه في اهل جوزك؟ روحي شوفي اخو جوزك قال عليكي ايه. اكيد انت بتخشي اللايفات بتاعت ابوهم اللي عاملها، ما دلوقتي ابوهم بياكل عيش على قفاك انت. سبحان الله، كان نفسك تبقي ترند، طلعتي ترند بفضيحه. اتفضحتي فضيحه اللحمه في طاسه القلايه زي ما بيقولوا، فضيحه ما يعلم بالله ربنا مجلاجل. ها اخو جوزك ياما قال عليكي. الفقر مش عيب، لكن قله الادب هي اللي مش عيب، قله الربايه هي اللي مش عيب، وفقد الشيء لا يعطيه. ما تربيتيش، ما عرفتيش تربي ولادك طالعين بيضربوكي. وشوفي هم كمان بيعملوا مع نفسهم ايه، اللي انت برضو السبب. يعني انت عارفه ان اخت بنتك واخوها بيعملوا كده، بتنزلوا تسيبهم لوحدهم في الشقه وبتخلي لهم الجو اكتر وتبعتيهم عند ابوهم. نهار اسود، ايه انت هنا في ايه؟ مش الدرجه دي. اللي ربوا زمان جهله، اللي ربوا زمان كانوا جهله، ما كانوش بيعرفوا يكتبوا، طلعوا دكاتره ومهندسين واحسن ناس طالعين. الام والاب ما كانوش بيعرفوا يكتبوا زمان، ما كانش في ناس بالتعليم زي دلوقتي كله بقى متعلم. اقل حاجه اللي مش متعلم ده مع اعداديه مع ابتدائيه عارف برضو بيعرف. تفضحي لك بالمنظر ده. والبنت راحت قالت انا عملت كشف عملت ايه ده؟ ايه العك ده؟ ايه يا ناس فوقوا شويه. والحاجات اللي زي دي اللي بتبقى ترند. يعني احنا عندنا نماذج كتير. احنا 100 مليون مش كلهم موهبه، مش هقدر اقول مش كلهم هبه دي. ها ال100 مليون فيهم دكاتره، فيهم مهندسين، وفيهم ضباط، وفيهم كتير. فيهم مجدي يعقوب يوم ما وقع طلع ترند، كله جاب وقعته، محدش يتكلم عنه، محدش بيعمل حاجه عنه. لا اركن، هات النماذج السيئه. ام فلان وام علان وام مش عارفه ايه وام ابراهيم وحبايب ام مين وحبايب علي مين هم دول اللي طالعين وهي اكلين الجو. لكن هات كده مثل حي كده لاولادنا يحتذوا بيه.
دكتور، عالم، مهندس، زراعي، اي حاجه، فلاح بيزرع، صنايعي، يطلع تقول على ابنها بالمناسبه ده انت حته واحد قاعد على بتعمل كده، حته واحد قاعد بتعمل، هو بيعمل مونتاج، حته واحد بتاع مونتاج، ده انت بتحكري من ابنك. ما الناس يقولوا على ابنك ايه؟ ده انت حكرتي ولادك قوي قوي قوي. دول اللي انت تعبانه عليهم وبتصرفي عليهم وشقيانه عليهم. لا، واضح واضح ان فلوسك حلال صراحه. استغفر الله العظيم، الواحد مش عارف يقول ايه. مالكيش وصف. اخر حاجه بقى، بعد الفيديو اللي عملته ده، كان يعتبر فيديو بلس 18، شالته. طلع بقى اخر فيديو الاعتذار للناس، قاعده بتاكل، يعني حتى الاكل والسفره والسمك قدامها، وبعد ما خلصت اكل فكرت اما اعمل فيديو لاجيب الناس. انا ندمانه وانا ناعيه، ناعيه هم مين؟ ناعيه هم مين يا اختي؟ الراجل طول النهار في الشغل، سيبها ولا بنت مع بعض في شقه لوحدهم اللي انت شايفاهم بعينك نهارك إيه؟ الواحد يقول ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل. لازم هبه تتسائل، لازم تتعرض لمساءله قانونيه. للاسف هي ممكن تتسجن، والعيال الصغيره هتتشرد، بس العيال الصغيره تحس ان هم ايه، ستات كبار. دي كانت قاعده بتعرض الفيديو، معرفش انتوا شفتوه ولا لا، بتقول اللي عنده عيال ما يوروهمش الفيديو يقوموا. واللي جنبك دول ايه؟ البيت بتقول لها، هي بتقول في الفيديو هبه، انا قلت لهم ناموا، اما تناموا اقفلوا على نفسكم بالمفتاح. قامت البت سبحان الله وهي جوه مقفول عليها بالمفتاح، شافت اخوها بيدخل المعلقه في خرم الباب عشان يوقع المفتاح ويفتح الباب. ايه، فتح الباب ونسى المعلقه في الباب؟ ولا فتح داخل بالمعلقه؟ انا فتحت بالمعلقه عليكم. شفتي ازاي يا حبيبتي هو داخل بيفتح بالمعلقه يا قلبي؟ افهم. التقريه اللي مقريها لك هبله قوي. فوقوا لنفسكم يا ناس، فوقوا. فوق يا هبه، وحدوني ولادك يا هبه، وحداني ولادك. اللي معاكي مش هينفعك، اللي معاكي اما قناتك تقف وتقع هيديكي على فاكي ويمشي. وبعدين احنا بيجي عندنا كل الصناعيه، الست في بيتها 100 راجل، والحره محدش يعرف يحكمها. الحره هي اللي بتحكم نفسها، محدش يقدر عليها. ها، الست بتقف مع الصنايعي، بتقف مع السباك، بتقف مع البويجي، بيقعد في البيت اسبوع البويجي. ها، ما كل واحده هيبقى بالمنظر ده يبقى خلاص عليه الدنيا، عليه السلام. ما احنا بنتعامل مع أمة لا إله إلا الله صنايعية، بنبقى واقفين ب100 راجل. ولا انت متعرفيش حاجة عن الكلام ده؟ ولا انت أول مرة تعملي حاجة في بيتكم؟ أول مرة يخش عندك صنايعي يروح لهفك؟ يا عالم بقى، فوق بقى بتاع الألموتيل، أحسن حد غيرك يخش برضه يلهفها منك. ما اوعى حاجة تبص في البيت عندك، خلي بالك والنبي. أرجوكوا أرجوكوا، هبة لازم تتعرض لمساءلة قانونية، ولازم يتقدم فيها بلاغ ده ما كانش اتقدم. حسرتي، يا حسرتي فعلا على اللي احنا وصلنا له.